السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه هير بلاس انفو، القناه اللي كتعاون الطلبه باش يتسجلوا في الاجازه كيفاش دوزوا بنجاح الاختبارات الكتابيه والشفويه. في هذا الفيديو غادي نعرفوا شنو الفرق ما بين الاجازه المهنيه واجازه التميز وشنو تختار. قبل بغيت نقول لك باللي وجدت لكم واحد الدرايف غتلقاو فيه مجموعه كاع لي كونكور اللي راهم ديجا تحطوا في مختلف المجالات بحال الماركتين، بحال الكونطابيليتي، بحال الماركتين ديجيتال، في الفينانس، المانجمنت، وغادي تلقاو حتى دي ريزومي اي دي كيسيون باش تبريباريو مزيان، وحتى نصائح بالنسبه كيفاش دوزو لوغال وكيفاش دوزو ليكري. ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس حيت لاشين باقا جديده باش تضمنوا انهم يوصلوكم كاع لي فيديو وباش تزيدوا تستافدوا، حيت الرحله ما غاديش تسالي هنا. فاش غادي تقبلي ان شاء الله في الاجازه غادي نبدا معكم بالشرح وملخصات ديال الدروس، ودابا نبداو على بركه الله. دونك هذا هو البلان ديال هاد لا فيديو، غادي نشوفوا فيها شنو هي ليسانس بروفيسيونيل، شنو هما الشروط باش تدخلوا ليها وشنو غتزيدك في الكارير ديالك، كذلك شنو هي ليسانس ديكسيلونس وشنو هما الشروط وكيفاش تيكون الكونكور ديالها، وغادي نشوفوا شنو الفرق ما بين الاجازه المهنيه واجازه التميز، وكذلك غادي نشوفوا في هذا الفيديو في حالات ما تقبلتي فيهم بجوج اشنو اللي تختار. نبداو دابا بليسانس بروفيسيونيل. بالنسبه للاجازه المهنيه تتكون في لي زيكول سوبيريور وحتى هي كتسجل فيها، ولا تقبلتي كاين جوج احتمالات، اما كتمشي تحط الدوسي ديالك وعاد كدوز الكونكور اكري او لوغال، اولا حتى كدوز ليكري اورال ومن بعد كتقبل وعاد كتمشي تحط الدوسي فينال ديالك. فوقاش تيكون الاجازه المهنيه هو احسن اختيار ليك بالنسبه للطلبه اللي باغيين يخدموا وما بغاوش يزيدوا يكملوا الماستر ديالهم. فالاجازه المهنيه اختيار مزيان حيت ما تيكونش فيها تيوريك بزاف، يعني تيكون تيوريك وحتى البراتيك، تتكونوا قراب اكثر للمارشي دو طرافاي ومستعدين تخرجوا لسوق الشغل من مورا الاجازه المهنيه. دوزو دابا الاجازه التميز، تيكون فيها الانتقاء صارم، يعني خاصو حتى هو دوز فيه ليكري ولوغال بحالو بحال ليسانس بروفيسيونيل، ولكن الفرق هنا انه تيقرا فيها التيوري اكثر من البراتيك، وتيركزوا اكثر على اللغات ديالك بحال اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، وهذا تيكون اختيار ممتاز الا كنتي باغي تكمل الماستر ديالك حيت كيكون عندك لاكسي ديريكت بلا كونكور، وكذلك تيخدموا لك على المهارات ديالك، على لي سوفت سكيلز وحتى لي هارد سكيلز. يعني من ناحيه ديال التيوري كتقرا بواحد النيفو طالع بزاف وتتقرا التخصص ديالك يعني بواحد المستوى اللي طالع، وكذلك تيخدموا لك على لي سوفت سكيلز بحال لي بريزونطاسيون تيكونوا عندكم ديما، لي بروجي تيكونوا عندكم ديما باش تكون قادر انك تكون واحد الشخصيه تاخذ لا بارول، تاخذ لينيسياتيف وتكون ريسبونسابل، وفينالمون دوز الماستر بلا كونكور كيف ما ديجا ذكرت لكم. النصيحه اللي نعطيك هي ندفع ليهم بجوج، وحاولوا تمشيو دوزوا في الاغلبيه اللي تهزيتوا فيهم، حيت الانتقاء النهائي ما تتحكمش فيه باش ما تبقاش ولا ما تحطش راسك في داك الموقف ديال انك ما تقبلتيش دوزتي غير وحده ولا جوج وفينالمون ضيعتي العام كامل. يعني حاولوا تمشيو دوزوا في المختلف ديال الاجازات اللي دفعتوا ليهم سواء المهنيه او اجازه التميز، وفينالمون غادي يبقى لكم الاختيار، اختاروا اللي مناسب لكم. باش تختار غادي تاخذ بعين الاعتبار اول حاجه التخصص، واش هذاك هو التخصص اللي باغي تكمل فيه وقاد تكمل فيه، واش هذاك التخصص عليه طلب في سوق الشغل. من بعد غادي تشوف الامكانيه واش انك غادي تقدر تديبلاصا لمدينه واحده اخرى، اولا تختار المدينه القريبه لمدينتك، اولا غتختار مدينتك وظروف اخرى. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. الا كان عندك شي تساؤل اولا ما فهمتيش شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير. بالنسبه للفيديو الجاي غادي نجاوب على جميع اسئلتكم، ولا بغيتي تتواصل معايا في الخاص تقدر تدخل عندي الانستغرام كنجاوب على جميع الاسئله. نتمنى لكم حظ موفق، دير اللي عليك وراه كلشي ديال الله. تلاقاو في الفيديو الجاي.